والدتي متوفيين وسابولي اخويا وكان في تانية اعدادي، وقعدنا معاه انا ومراتي ووفرنا ايجار الشقة اللي احنا كنا مأجرينها، وانا اللي بقبض المعاش بتاعه وهو معاشه حلو جدا وبيكفيه، واللي بيفيد مراتي بتاخده تكمل بيه مصروف البيت. والولد نجح في تالتة اعدادي وجايب مجموع عالي ونفسه يدخل ثانوي عام عشان يطلع دكتور، ومراتي بتقول لأ ما يكملش تعليمه، يدوب معاشه بيكفينا ويكفينا بالعافية، ودروس الثانوي بتكلف، وعاملة دي مشكلة ومسكته ضربته بالقلم وخدت منه الموبايل وقطعت الدوسيه بتاع التقديم. ولما جيت اعترض قالت لي انا يا هو في البيت ده انا ياما عملت عشانك كتير يا انا يا هو، او تطلقني، وانا محتار بين الاتنين ومش عارف المفروض اراضي مين ولا مين، رغم اني عارف ان مراتي بتعمل لمصلحتي، بس ده اخويا يا ناس، ارميه ولا اعمل ايه؟ يا ريت تقولوا يعمل ايه في التعليقات، متنسوش تعملوا لايك واشتراك، ده انتم مسالمين.